يا هلا، عاملين ايه؟ وحشتوني والله. النهارده وصفتنا عن الكوكيز. رول. تمام. انا عارفه ان انا غبت عليكم وطولت قوي، بس معلش. كنت تعبانه شويه. الكوكيز بتاعنا النهارده لذيذ قوي وسهل جدا يعني. تقدروا تعملوه. الصغيرين قبل الكبار. هنعمل كوكيز رول يا جماعه. تمام. هنبتدي دلوقتي نقول مع بعض المقادير. نقول بسم الله. هنجيب البولة بتاعتنا في الشمس الحلوة دي كده ونحط فيها 3/4 كوباية سكر بني. عليهم ربع كوباية سكر و150 جرام من الزبدة الطرية. وهنضرب بالمضرب. يعني بصوا، هنبهدل الدنيا شوية بس مش مشكلة. هننضف مكاننا بقى البنات الصغننين. لما ندخل نعمل حاجة في المطبخ أو نجرب حاجة في المطبخ لازم نرجع المطبخ زي ما كان لماما عشان ما تتضايقش مننا، ونبقى بنات شاطرين أكيد يعني. هنضرب كويس كده لحد ما الزبدة تتجانس كويس مع السكر. وبعدين هننزل عليها بالبيضة والفانيليا. البيضة تكون بحرارة الغرفة، ونرجع نضرب تاني لحد ما البيضة بتاعتنا تختفي خالص. بس كده ضربنا، هنيجي بقى ايه، هننزل كده الجناب عشان لو في سكر او زبدة ما اتخلطش معانا ايه يتضرب كويس معانا كده. الكوكيزات والبسكوتات دي انا قلت لكم قبل كده من الحاجات ايه السهله واللي الواحد اصلا يعني من السهل جدا ان هو يقف ويعملها. دلوقتي معانا كوبايتين دقيق، عليهم معلقه كبيره من النشا. مش هننزل بيهم مره واحده، هننزل بيهم على مرتين. عشان برضو ما نبهدلش الدنيا. هنقلب كده شويه وبعد كده هنضرب بالمضرب. ممكن عادي جدا تستخدمه يعني لما نيجي نحط الدقيق نستخدم الاسباتولا او المضرب اليدوي. دلوقتي هننزل ببقية الدقيق. الدقيق عليه معلقة صغيرة من البيكنج صودا. انا دلوقتي ايه كده لميتها بايديا وبعدين جبت معايا ورقة زبدة وهفردها عليها بالنشابة. ممكن تقدروا برضو تفردوها بايديكوا كده زي ما انا بفرد. تمام. وهنفردها بالنشابة كويس. انا صراحة كانت نيتي يعني ان انا احشيها بالنوتيلا. تمام. بس لقيت عندي ايه جبنة كريمي في التلاجة وحبة مربى فراولة، فقلت ليه ما نجربش كده نحطهم على بعض. ونعمل تشيز فراولة يعني فاهميني. وطلع تحفة. يعني طلع أحلى من اللي هي شوكولاتة بالنوتيلا. ونفردها كده ونجيب بقى اهي كده دي الجبنة الكريمي. يعني هي معلقة كبيرة قوي كده أو معلقتين. وبعدين هنحط عليها المربى برضو زيها، نفردها كده على النص. أنا عملت غلطة بقى انتوا هتشوفوها دلوقتي. أنا كان المفروض بقى أفصل يعني، عشان هو رول واحد. زي ما قلت لكم أنا كنت حاشيها نوتيلا بس غيرت رأيي يعني في آخر لحظة. هنلف كده الرول زي ما انتوا شايفين. ومفروض ان انا كنت بقى قسمته بالنص المفروض الاول. عشان اعرف اسمها ايه اتحكم فيهم يعني فاهميني. بس لفيته عشان نعرف يعني لو نسيتوا زي كده تقدروا تلفوا الناحية التانية وتحطوا النوتيلا بتاعتكم او شوكولاتة، اي نوع شوكولاتة انتوا بتحبوه. تمام. وتلفوا الرول التاني. وبعد ما هنلفها كده هنحطها في الفريزر لمدة ساعة أو أكتر لحد ما تتماسك. ساعة كفاية يعني في الجو الساقع اللي احنا فيه ده ساعة كفاية. لحد ما تتماسك بس وبعد كده هنطلعها من الفريزر. هنا هي بعد ما جمدت في الفريزر هنطلعها ونقطعها بقى ايه بالسكينة كده. وفي الوقت دوت اللي احنا بنقطع فيه نكون مشغلين الفرن بتاعنا، ومش هياخد في الفرن اكتر من 12 دقيقة. بس شكله. هنجيب النوتيلا كمان، كوكيز بالنوتيلا نقطع.
وزي ما قُلنا ما فيش نوتيلا ممكن نستخدم شوكولاتة عادي نسيّحها ونحط عليها معلقة صغيرة من الزيت وندهن بيها الcookies بتاعنا. حطيتهم في الصاج أهو، ما فيش ورقة زبدة ممكن نرُش رشة دقيق ونحط عليه عادي، وده الcookies بتاعنا بعد ما طلع من الفرن شكله جميل وتحفة، الأحلى اللي هو بتشيز الفراولة اللي أنا باقول لكم عليه، اللي هو بالمربى والجبنة الجبنة الكريمي، تحفة بجد يعني عجبني أكتر جدًا من النوتيلا. للأسف هي ما أخدتش حقها في التصوير عشان يونس كان صحي، أنا باحاول على قد ما أقدر إن أنا أصوّر وهو نايم الصبح وأخلّص قبل ما يصحى، بس للأسف هو صحي بقى وأنا باصوّر في الآخر كده يعني ما اديتهاش حقها الصراحة أوي. اللي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد أنا ريهام من جوستو فود، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتتابعوني على الفيسبوك والإنستجرام، وهتستنوا كل جديد بانزّله، يالّا سلام.